جهز السويسري فلاديمير بيتوكوفيتش مدرب منتخب الجزائر قائمة موسعة تحسباً لفترة التوقف الدولي المقبلة المقررة في شهر نوفمبر، والتي سيخوض خلالها محاربو الصحراء مواجهتين هامتين أمام كل من الصومال وأوغندا ضمن الجولتين 9 و10 من تصفيات كأس العالم 2026. ويتصدر المنتخب الجزائري المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة، متقدماً بفارق 4 نقاط عن ملاحقه المباشر أوغندا في سباق يبدو مفتوحاً نحو بطاقة العبور إلى المونديال. القائمة الموسعة التي أعدها بيتوكوفيتش حملت في طياتها بعض المفاجآت، كان أبرزها توجيه الدعوة ل3 أسماء شابة برزت في الملاعب الأوروبية خلال الأشهر الماضية. الاسم الأول هو الظهير الأيمن رفيق بلغالي، البالغ من العمر 23 عاماً، والذي تألق بشكل خاص في مواجهة فريقه هيلاس فيرونا أمام يوفنتوس لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي. بلغالي كان قد انتقل خلال الميركاتو الصيفي الماضي من نادي مخلين البلجيكي إلى صفوف الجالوبلو في صفقة بلغت 1,000,000 يورو. ويمتلك اللاعب سجلاً محترماً يضم 96 مباراة في مختلف المسابقات، أسهم خلالها في 16 هدفاً بين صناعة وتسجيل، ما يجعله خياراً واعداً على الجهة اليمنى لدفاع الخضر. أما المفاجأة الثانية فهي اسم المدافع سمير شرقي، صاحب 26 عاماً، والذي يواصل تألقه مع فريقه باريس FC هذا الموسم. شرقي وعلى غرار مواطنه إيلان كبال بصم على مستويات طيبة رغم غياب الأرقام التهديفية، إذ شارك في 5 مباريات كاملة، وأظهر خلالها صلابة دفاعية وانضباطا تكتيكيا واضحا. ويعود الفضل في صقل موهبته إلى مدرسة أوكسير العريقة، قبل أن يجد مع نادي العاصمة الفرنسية الفرصة للبروز بشكل أكبر خلال المواسم الأخيرة. الوسط، فيما يبرز اسم لاعب الوسط الواعد ياسين تتراوي كإضافة ثالثة للقائمة. تتراوي قدم عروضاً قوية بقميص شارلوروا في الدوري البلجيكي، حيث شارك في 10 مباريات هذا الموسم بين البطولة المحلية وتصفيات دوري أبطال أوروبا. ويحسب له أنه سبق أن حمل ألوان المنتخب الجزائري في كأس العرب 2021 بقطر، ليعود اليوم من جديد مرشحاً لتدعيم خط وسط محاربي الصحراء بفضل مهارته وحضوره البدني. إذن ب3 أسماء جديدة يحاول بيتكوفيتش منح المنتخب الجزائري نفساً إضافياً قبل المواعيد الحاسمة في التصفيات، في وقت يترقب فيه الشارع الكروي الجزائري مدى قدرة هذه المواهب على تقديم الإضافة وفرض نفسها ضمن الجيل القادم للخضر.